الاحكام اللي انت غير ملزم بيها، اللي بتجيبوا لنفسكم مشاكل كتيره بسببها، هي دي اللي عايزاكم تاخدوا بالكم منها كويس جدا، لان فعلا حرفيا بتقعوا في مشاكل كتيره بسببها. فتابعوا للنهايه. هدي مثال، انت مستلم حاله وفي وقت الزياره دي معروفه تبقى محدده، والزياره انتهت وانت المفروض عايز تدي رعايه تمريضيه للمريض، فبتبتدي تطلب بأدب وباحترام. وانا عارفه وشفت حاجات كتيره يعني، واحنا بنمر مع الطلبه شفت فعلا الاحداث دي، وهقول لكم ايه الغلطه اللي انتوا بتقعوا فيها. فبتقول له لو سمحت الزياره انتهت عشان عايزه في مهام تمريضيه او رعايه تمريضيه عايزه اعملها، فبيرد عليك برد مش كويس وبيستفزك وبيغلط فيك وبيهينك. انا عارفه طبعا كلنا بشر وازاي حد يهني، بس انت في اللحظه دي لازم تمانج الموضوع، لازم تمانج الازمه، تدير الازمه صح. انت بتنسى دورك كعضو في الهيئه التمريضيه وبتبتدي تشتغل امن. هتطلع بره وانت ازاي تكلمني كده، وساعات بتوصل ان انتوا تمدوا ايديكوا على بعض او الزاير يمد ايديه. طيب يا دكتور انت عايزاني اتهان واسيب حقي؟ اللي هو ازاي يعني؟ مش كفايه الشغل بتاعي وتعبي والاسترس واللي انا فيه ومحدش مقدر اللي انا بعمله؟ لا طبعا، ده انت كرامتك على راسنا من فوق، ولكن اوعى تنسى دورك، انت ما انتش امن. طيب اعمل ايه في اللحظه دي؟ اوعى ترد عليه، ما تردش عليه، هتاخد حقك. هتبتدي تبلغ المشرفه اللي معاك وتبتدي تبلغ الامن ويتعمل محضر في الشخص ده، هو تعدى عليك. لكن ترد عليه او تمد ايدك عليه او هو يمد ايده عليك، انت كده بقى ايه؟ صراع ما بين شخص بتاع الامن بيحاول يطلع الزوار. انا مش عايزه كده، اوعى تنسى اللحظه دي وبنتعرض لها كتير. فالحل هبلغ الامن، هبلغ المشرفه بتاعتي، هبتدي ابعد عن المكان اللي فيه الشخص ده، بلاش اقف قصاده لان هيغلط فيا وانا كبشر مش هستحمل. حتى لو قالك لو انت راجل تعالى لي، لو انت راجل بيستفز فيك، لا، انا اكبر من كده وانا عارف دوري. حقك ما تسيبوش يتعمل فيه محضر تعدى عليا، اذا كان تعدى باللفظ او تعدى ان هو مد ايديه بالضرب، لكن دورك اوعى تنساه، انت مش امن. ده اول مثال. تاني مثال، انت مستلم 3 حالات، المفروض بيبقى فيه مثلا تحاليل، فالتحاليل دي في سكرتارية للتحاليل هي بتوديها للمعمل، ولنفرض حصل اي مشكلة السكرتارية دي مش موجودة، فطلب منك ان انت تروح تودي التحاليل دي، وعندك حالة حرجة يعني، او عندك حالة محتاجة رعاية معينة. من حقك في اللحظة دي تقول لا، يعني هتسيب حالتك ليه؟ ما دي مش مهمتك، ان انت تودي التحاليل دي مش مهمتك. المفروض في سكرتارية هو اللي بيودي التحاليل، ما ينفعش تسيب حالتك. ولنفرض الحالة بتاعتك دي حصل لها حاجة، انت اللي هتتحاسب. تعالى بقى اقول ده انا كنت المس مثلا قالت لي روح ودي التحاليل، مش مهامك، دي مش شغلتك انت مستلم 3 حالات، فال3 حالات دول بتوعك. طيب انا عايزه يبقى في مرونه في الشغل ما بين الاعضاء الهيئه التمريضيه اللي معايا، تمام، ممكن يستلم ال3 حالات بتوعك في ال10 دقايق او ال5 دقايق اللي هتودي فيهم التحاليل، يستلم الحالات ويعرف كل حاجه عنهم، يا اما لا، الحاله بتاعتي هو ده دوري، فانا مش انا مش سكرتاريه. ولو انا حد عايز اكون مرنه يعني ما بين زمايلي والدنيا تمشي بحدود ان هو هيستلم الحاله، يستلمها رسمي لغايه ما اخلص، او حد تاني يروح براحته، لكن ابقى عارف الدور بتاعي. نقطة مهمه انا عايزه اقولها، انا مش بقلل ابدا من دور الامن او دور السكرتاريه، كلنا
فريق مع بعض، لازم نكون فريق واحد عشان رعاية المريض. كلنا واحد، ولكن الهدف ان كل واحد يعرف الدور المنوط ليه، ايه هو اللي له وايه هو اللي عليه، بس كده. لكن كلنا فريق واحد، هدفنا المريض.